هنفتح دفتر المحاسب النهارده على اوجع درس فيه. ليه بقى الدرس ده بيوجع قوي؟ لان الراجل بطل الحكايه بتاعت النهارده هو قرر يعمل كل حاجه صح. سمع كل الفيديوهات بتاعت الثقافه الماليه والوعي المالي وازاي نحوش فلوسنا وازاي ندخر، وكل حاجه كان بيمشي عليها. الراجل ده قرر ان هو يحوش ربع مرتبه، 25% من مرتبه، وكل ده من اجل الهدف بتاعه اللي هو كان محدده لمده سنتين يوصل للهدف بتاعه. وكان الهدف ده عبارة عن عربية ب90,000 جنيه. كمان كان محدد قيمة العربية أو كان عارف قيمة العربية، ولكن بعد السنتين لما نزل يوم الشراء بقى إن هو يشتري العربية وكله حماس وكله كده فرحة، لقى سعر العربية وصل ل170,000 جنيه، يعني تقريبا الضعف من الهدف اللي هو كان حاطه لنفسه او السعر اللي هو كان حاطه لنفسه قبل سنتين. وطبعا القهرة اللي كانت فيه والوجع اللي كان فيه، ولكن بعد ما روح البيت اتعلم الدرس، ولكن اتعلمه بالغالي، اتعلمه بوجع نفسي اكتر من الوجع المالي بتاعه، لان الفلوس بتاعته لسه زي ما هي ولكن تأثيرها نفسيا كان عليه. الراجل ده عمل كل حاجة صح، ولكن الغلطة اللي غلطها معظمنا بنغلط نفس الغلطة دي في اللحظة دلوقتي حاليا، في اللحظة الحالية كلنا بنغلط نفس الغلطه دي. فانا جاي النهارده اقول لك ان احنا ما نغلطش الغلطه دي، وبلاش انك تسيب الحكايه كده اهوت من غير ما تفهم درس النهارده بيتكلم عن ايه، وتطبقه كمان على حياتك الماليه وحياتك الشخصيه عشان تعرف بجد الفلوس بتمشي ازاي والسوق بيمشي ازاي. ليه بقى؟ لان الراجل ده على قد ما كان بيمشي شهر ورا شهر والفلوس بتزيد شهر ورا شهر، الرقم بيزيد مره بعد مره، ولكن السوق كان اسرع منه. السوق كان بيجري اسرع من المشي بتاع الراجل ده في قصه النهارده. تعال بقى نشوف تفاصيل القصه ايه ونشوف الدرس اللي هنطلع منه من فيديو النهارده. الراجل ده عمل كل حاجه احنا اتربينا عليها، اشتغل بجد وحدد كمان مصاريفه الاساسيه وحدد كمان المبلغ اللي هيحوشه كل شهر، شهر ورا شهر، انضباط كامل، مفيش ولا غلطه في السلوك. السلوك المالي مش سهل ان احنا نمشي عليه وان احنا نحسن السلوك المالي بتاعنا، ولكن الراجل ده كان حاطط خطة وحاطط هدف بتاعه في خلال 24 شهر إن هو يشتري العربية أم 90,000 جنيه. ولكن الراجل ده غلط غلطة، أو في غلطة في الحكاية كلها، والراجل ده هو ما غلطهاش بنفسه في الحقيقة، ولكن هو ما خدش باله منها. والغلطة دي زي ما قلت لك احنا بنعملها كلنا ومعظمنا بيعمل نفس الغلطة، وهي دي أصعب حاجة في الملف بتاع النهاردة. إن الغلط اللي بيدمر الهدف بتاعك أو اللي بيلغي الهدف بتاعك أو اللي بيضيع الهدف بتاعك هو غلطة مش غلطتك انت. هو في حاجة غلط فعلا ولكن هي مش غلطتك انت. ليه بقى؟ لان الراجل بطل قصة النهاردة هو غلط في ان هو حوش في الحتة الغلط. هو حوش فعلا والتزم فعلا، وكمان كان منضبط ماليا والسلوك بتاعه كان 10/10، ولكن كان بيحوش في المكان الغلط. هتيجي تقول لي طيب هو ازاي يحوش في المكان الغلط؟ حاجه اقول لك طيب هو ايه اللي حصل في فلوسه اصلا اللي هي قاعده في امان؟ تعالى بقى اقول لك على الحرامي اللي ما بيبانش، اللي بياخد الفلوس مننا، مني ومنك، من غير ما احنا نحس باي حاجه. وده اللي بينقلنا للجزء الثاني من الفيديو، وهو ان الكاش بيحصل له ايه. الكاش النايم ده، الكاش الثابت، الكاش اللي مطمن ده، بيحصل فيه ايه؟ غلاء الاسعار، وهو ده الحرامي اللي انا بقول لك عليه. بيخش على الكاش اللي نايم ده، الكاش اللي ما بيحصلش عليه اي حاجه، نايم في العسل، وبيقلل من قيمته. ما بيجيش جنب الرقم. انت معاك 100,000 في البنك، هيفضلوا 100,000 بعد سنه ما حصلش عليهم اي تغيير في الرقم، ولكن التغيير بيحصل على القيمه. ليه بقى؟ لان الحرامي ده بيستهدف القيمه بتاعه الفلوس، بيستهدف القيمه بتاعه العمله. اللي ال 100,000 تقدر تشتريه النهارده غير ال 100,000 اللي تقدر تشتريه بعد سنه من النهارده. وده اللي حصل مع الراجل بالظبط. كان في سنتين ال90,000 دول اللي يقدر يشتريهم كان قيمتهم بقوا 170. ال90,000 من قبل سنتين كانت تقدر تشتري حاجة بقت بعد سنتين ب170. عرفت الفرق ايه؟ في خلال سنتين تقريبا اتضاعف سعر الحاجة اللي كان عايز يشتريها، ولكن في الناحية التانية هي قلت الفلوس بتاعته قيمة النص، لكن ال90,000 فضلوا زي ما هم 90,000، ما حصلش أي حاجة على الرقم. الغلا مش بياخد أي ورقة من فلوسك، مش بيقلل أي رقم من فلوسك، ولكن هو بيلعب على القيمة بتاعت الفلوس، القيمة الشرائية بتاعت الفلوس. ال90,000 كانوا قبل سنتين كانوا يقدروا يشتروا عربية، ولكن دلوقتي في قصة النهاردة يعني أقصد العربية أم 90,000 بقت ب170. معنى كده إيه؟ المعنى ده هما في معنيين فعلا. المعنى الاولاني ان ال90,000 دي قيمتها قلت بنسبة كبيرة جدا، يمكن تكون النص. ومن الناحية التانية ان قيمة العربية ما حصلش عليها حاجة، ولكن قيمة الفلوس، القيمة الشرائية للفلوس.
وعلى الناحية التانية أنت بقيت محتاج الضعف عشان تشتري نفس العربية اللي أنت كنت محددها من سنتين، أو اللي كان الراجل صاحب القصة بتاعة النهارده، صاحب الدرس بتاع النهارده كان محددها من سنتين. وعشان كده باقول لك غلاء الأسعار أو التضخم هو الحرامي اللي ما حدش بيحس بيه، بياخد من قيمة فلوسك مش بياخد من الرقم. فأنت خد بالك من الفرق ده. الفلوس اللي نايمة بقى في الدرج والّا في الخزنة والّا في البنك، دي فلوس الحرامي بيستهدفها، غلاء الأسعار بيستهدفها، التضخم بيستهدفها إن هو يقلل من قيمتها. التضخم هو اللي بياكل من قيمة الفلوس، مش بياكل من رقمها ولا عددها خالص. فأنت خد بالك فرق ما بين الرقم والعدد والقيمة الشرائية بتاعة الفلوس. وعشان كده النصيحة الكلاسيكية بتاعة حوّش دي بقت ناقصة النُص فعلًا. ليه بقى؟ لإن دلوقتي لمّا تيجي تنصح أي حد والّا أي حد ينصحك يقول لك حوّش فلوس، تقول له طب وبعدين؟ لإن النصيحة ناقصة. النصيحة لسه ليها بقية دلوقتي في الحياة اللي إحنا فيها دلوقتي، لإن الأسعار بتجري بشكل كبير جدًا وبشكل سريع جدًا، أكبر من المرتبات بتاعتنا وأكبر من الإيرادات بتاعتنا وأكبر من الادخار بتاعنا كمان. فأنت لازم تاخد بالك من الحكاية دي كويس جدًا. ليه بقى؟ لإن التمن بتاع التقاعس ده، أو إن أنت ما تاخدش بالك وإن أنت ما توعاش للنقطة دي، هيكون فعلًا أنت بتلاقي نفسك إن أنت على سلِّم فعلًا، ولكن سلِّم بينزل لتحت. ليه بقى؟ لإن فلوسك بتقل قيمتها يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، والرقم أنت فرحان بيه، بتفتح البنك حساب البنك بتاعك بتشوف الرقم بيزيد، بتشوف الرقم بيتضاعف، ولكن القيمة بتاعته بتقل يوم بعد يوم. وعشان كده هنتنقل للجزء التالت، ولكن قبل ما اتنقل للجزء التالت لازم أقول لك على حاجة مهمة جدًا، وهي تنويه بس. أنا راجل محاسب مش مستشار مالي إطلاقًا. أنا مش بانصحك بشكل إنك تروح تستثمر في المكان الفلاني، ولكن أنا بانصحك ماليًا إنك تاخد بالك من المعاني والمفاهيم المالية الاقتصادية اللي بتأثّر على حياتك الشخصية، مش بس حياتك العملية. أنا هنا مش باعلّمك استثمار، ولكن أنا هنا باقول لك على الوعي المالي اللي المستثمرين واللي كمان المحاسبين اللي أنا منهم، إحنا بنشوفه في الدفاتر بتاعتنا وبنشوفه في الشغل بتاعنا، وإزاي المعاني الاقتصادية والمصطلحات الاقتصادية والقِيَم والنظريات والحاجات دي كلّها بتأثّر بشكل شخصي عليّا وعليك، في بيوتنا إحنا كمان بتتأثّر. لو الكلام ده بينطبق على فلوسك اللي في البنك أو على حياتك الادخارية، فالسلسلة دي كلّها ليك اسمها سلسلة دفتر المحاسب. دي اللي بنطلّع منها دروس، دروس عن الثقافة المالية، دروس عن الوعي المالي، دروس عن الحسابات إزاي نطبّقها على حياتنا العملية وحياتنا الشخصية وحياتنا المالية. فلو استفدت من الفيديو ده يا ريت تشترك عشان خاطر الملف اللي جاي. تعالَ بقى نتنقل للجزء التالت من الفيديو وهو الجزء المهم. طيب إحنا دلوقتي عرفنا إن تمن التقاعس هينزّلنا بسلِّم لتحت. طيب نعمل إيه بقى إحنا دلوقتي طيب عشان خاطر نطلع بالسلِّم لفوق؟ الحل في 3 درجات. الدرجة الأولانية اسمها درجة الطوارئ، إن لازم يكون في فلوس. الفلوس دي للحالات الطارئة. يعني إيه الحالات الطارئة؟ يعني أي حاجة بتحتاج فيها فلوس دلوقتي حالًا. أنا مش هاقدر أستنى الصبح لحد ما أروح البنك، أنا مش هاقدر أنزل إن أنا أروح المكنة أقف على الصرافة عشان أسحب فلوس، ولا هاقدر إن أنا أستلف. لأ، أنا دلوقتي لازم يكون معايا فلوس دلوقتي حالًا عشان أقدر أتصرّف في الظرف الطارئ اللي عندي. طب ما هتيجي تقول لي دلوقتي طب ما الظرف الطارئ ده أو الفلوس بتاعة الطوارئ دي الحرامي بتاع الغلاء الأسعار هيستهدفها. حاجة أقول لك ما هو ده التمن. التمن اللي أنت بتدفعه عشان خاطر الفلوس تبقى موجودة عندك في حالة الطوارئ، هو ده اللي القيمة بتاعتها بتقل. فهي دي الضريبة بتاعة جاهزية الفلوس. جاهزية الفلوس ليها تمن. التمن بتاعها إيه؟ إن قيمتها بتقل، وعشان كده الفلوس دي لازم تكون في حسابك أو لازم تكون قريبة منك واسمها فلوس الطوارئ. طيب ده هينقلنا لتاني درجة. تاني درجة اسمها إيه؟ اسمها درجة الأمان. إيه درجة الأمان دي؟ إن أنا معايا على الأقل، أنا لو راجل مش متجوز وما عنديش عيال وعايش لوحدي ومصاريفي على قدي، يبقى أنا درجة الأمان بتاعتي 3 شهور من مصاريفي الشهرية. يعني أنا معايا دلوقتي 3 شهور من مصروفي الشهري متحوشين موجودين، وده اللي برضه اسمه الأمان المالي. الأمان المالي إن لا قدر الله ممكن الوظيفة بتاعتي يحصل فيها أي حاجة. لو كان أنا شغال شغل حر فممكن مثلًا السيزون ده ما فيهوش فيه إيرادات، ممكن يحصل أي ظرف يقلل الإيرادات بتاعتي أو يقلل العائد اللي بييجي لي من الوظيفة بتاعتي أو الشغل بتاعي. فلازم يكون عندي هامش أمان. هامش الأمان ده لو أنت كنت راجل مش متجوز أو ما عليكش مصاريف زيادة عن مصاريفك الشخصية والأساسية، فيكون 3، 4 شهور
هم اللي متحوشين او هم اللي موجودين عشان خاطر الدرجه بتاعه الامان المالي لازم تكون عاليه. طيب هتيجي تقول لي طيب هو انا برضو الامان المالي ده او الدرجه بتاعه الامان الثلاث اربع شهور دول لازم يكونوا كاش؟ هقول لك لا. فانت لازم في الدرجه دي تحول الفلوس من هيئتها الكاش لهيئتها نقدر نقول كده ايه، مخزن قيمه صلب. تحط فلوسك في اي وعاء، الوعاء ده بيحفظ القيمه بتاعه الفلوس، ما تسيبهاش كاش. الكاش في درجه الطوارئ بس، ولكن درجه الامان اللي هي 3 4 شهور من مصاريفك الشخصيه، مصاريفك الاساسيه، احتياجاتك الاساسيه، لازم تتحول من هيئتها الكاش او هيئتها السائله لهيئتها الصلبه او لهيئه صلبه تحفظ القيمه بتاعتها. فانسب مكان هو ايه؟ هو الذهب. الذهب هو اللي بيحفظ القيمه وليس استثمار. ما تفكرش انك تستثمر في الذهب، احفظ قيمه الفلوس في الذهب. وده اللي بينقلنا للدرجه الثالثه او الدرجه بتاعه الاصول اللي بتدر عليك عائد مادي او عائد بالربح. يعني ايه؟ يعني انك تشتري اصل، الاصل ده بيدر عليك عائد مالي كويس كل شهر، تقدر انك تعيش عليه مستقبلا او تقدر انك تعتمد عليه مستقبلا. تقدر كمان قيمة الاصل ده ان هي تزيد مع المستقبل، كل ما الزمن بيعدي عليها الاصل ده كمان بينمو وبيزيد سعره. فدي الثلاث درجات اللي السلم بتاع الامان المالي او السلم بتاع الحرية المالية كله، دي اول ثلاث درجات فيه. الدرجات دي كلها لازم تكون اساسية، مش بس لو كان هدفك إيه انك تشتري عربية او انك تشتري شقة او انك تشتري جهاز مثلا ولا حاجة غالي شوية، لا. لازم في العامة، في القاعدة العامة لازم تكون الثلاث درجات دي موجودة عندك كل شهر. ان فلوسك متقسمة ثلاث درجات: درجة للطوارئ، درجة للقيمة بتاعت الفلوس وهي الأمان، والدرجة الثالثة بتاعت الأصول اللي بتدر عليك عائد. وبعد كده بقى ممكن تقدر تزود بعد كده درجات، بقى درجة للاستثمار، درجة مثلا انك تعمل بقى البيزنس والشغل الحر. بس القاعدة الأساسية انت بقت موجودة عندك، بقت جاهزة عندك الثلاث درجات زي ما قلت لك. وده اللي بيودينا للجزء الأخير من الفيديو. بس قبل ما نتنقل للجزء الأخير من الفيديو، في قاعدة لازم نطلع بيها في فيديو النهاردة. القاعدة دي بتقول ايه؟ ان الترتيب مهم جدا. ابدأ بالترتيب اللي قلت لك عليه: الطوارئ، الأمان، بعد كده الأصول اللي بتدر عليك عائد مالي. ليه بقى؟ لأن اللي بيبتدي من الآخر للأول، يعني من 3 ل2 ل1، مع أول ظرف طارئ الدنيا كلها بتتدمر معاه. يعني أنا لو بديت مثلا دلوقتي بأصول بتدر عليا عائد من قبل ما يكون عندي طوارئ ومن قبل ما يكون عندي أمان لقيمة الفلوس، أمان من الزمن، أمان من تغيير القيمة، أنا بدمر كل حاجة كده اهوت. لأن أول ظرف طارئ هيخليني أبيع الأصل اللي بيدر عليا عائد، يمكن كمان ابيعه بالخساره، يمكن كمان اخسر العائد اللي كان بيجي بسبب الظرف الطارئ اللي انا مش قادر اتحرك او اتخلص منه غير بفلوس تكون موجوده. فهضطر ابيع، هضطر كمان ان انا استنى، هضطر ان انا ابيع بالخساره لان انا ابتديت بالترتيب الغلط. ابتدي بالترتيب الصح. ونيجي بقى هنا للسؤال اللي انا هساله لك: انت بقى اللي انت محوشه ده متقسم ولا مش متقسم؟ اللي عامل حساب الزمن والحرامي اللي هيخش على الفلوس اللي عندك ولا لا؟ الحرامي ده اللي انا اقصده اللي هو بتاع غلاء الاسعار، بتاع التضخم. انت عارف ان هو هيستهدف فلوسك، ناوي تعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ تقسم فلوسك ازاي؟ هتبتدي بالدرجات زي ما قلت لك من اول درجه لتاني درجه لتالت درجه، ولا انت متسرع في قرارك المالي، ولا انت مش عارف تتخذ قرار مالي؟ لازم الحاجات دي كلها تقعد مع نفسك النهارده وتشوف انت معاك مبلغ قد ايه بالظبط، تحدد النسبة بتاعت الطوارئ، وتحدد النسبة والوعاء اللي انت هتشيل فيه الفلوس عشان تحافظ على قيمتها. وكمان تفكر في الاصل اللي هيدر عليك عائد. الهدف بتاعك لازم تحطه كده، ان الاصل ده انا هشتريه خلال قد ايه، معايا منه قد ايه، باقي عليه قد ايه. الحاجات دي كلها 5 دقايق النهارده مش هتاخد منك حاجه، ولكن تاثيرها هيكون عليك تأثير كبير جدا بالإيجاب مش بالسلب، مش زي ما صاحب قصة النهاردة واللي أنا بنفسي كمان حصلت معايا نفس القصة اللي حصلت دي، ولكن ما كانتش على عربية، كانت على حاجة تانية. قول لنا بقى في التعليقات انت حصلت معاك نفس الحكاية دي، اتغير سعر حاجة انت كنت محدد هدفها واشتغلت عليها سنين كتير، ولا حصل معاك ايه بالظبط؟ وهتلاقينا كلنا شبه بعض. فانت بص على مدخراتك النهارده واسال نفسك السؤال ده: قد ايه منها حمايه، قد ايه منها امان، قد ايه منها ان انا اقدر ان انا احطه في اصل يدر عليا عائد؟ ولو كانت الاجابه بتاعتك ان انا معايا بس كاش ومش عارف اعمل بيه ايه، فبكل حب انت هتبقى زي صاحب
فيديو النهارده وصاحب قصة النهارده، هتيجي تحط هدف وهتيجي بعد سنتين تلاقي الهدف ده قيمته المالية ضعفت أو قيمة فلوسك قلت النص. هي نظرة من الناحيتين ولكن النتيجة بتبقى واحدة، وده هيأثر عليك بشكل نفسي كبير جدا، وهيبوظ علاقتك مع الفلوس. وده اللي هيخلينا نسعى من الاول خالص بقى ان احنا نصلح علاقتنا مع الفلوس عشان نقدر نتعامل معاها، زي ما اتكلمت في فيديو قبل كده في السلسله اللي فاتت ازاي نصلح علاقتنا مع الفلوس. فاحنا عدينا المرحله دي بقى خلاص، احنا دلوقتي بنحاول نتعامل مع الفلوس عشان نخرج من عنق الزجاجه اللي احنا موجودين فيه، ونقدر كمان نوصل للاهداف الماليه بتاعتنا. وخليني بقى ايه، انا هقفل الفيديو بحاجه كده مهمه جدا جدا جدا. الحاجه دي اللي انا هكلمك عليها الفيديو اللي جاي، هو ازاي احنا ساكتين على الحاجه اللي بتاكل من الفلوس بتاعتنا، مش بس غلاء الاسعار ولكن هي التكنولوجيا، الذكاء الصناعي. الفيديو اللي جاي انا هحكي لك وهقول لك ازاي الذكاء الصناعي وحصلت قدام عيني بياكل الفلوس بتاعتنا من غير ما نحس. فتابعني الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.